السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، واهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات مان تو مان 1907. نتكلم النهاردة عن المباراة المرتقبة ما بين النادي الأهلي المصري ونادي سيمبا التنزاني في إطار منافسات بطولة طبعا السوبر ليج الأفريقي أو دوري السوبر الأفريقي، واللي من المفترض طبعا إقامته الجمعة 20 أكتوبر. المباراة الأولى واللي هتكون في تنزانيا واللي هتتلعب طبعا على ارض نادي سيمبا، مباراة العودة ان شاء الله واللي هتكون في القاهرة طبعا يوم الثلاثاء الاسبوع المقبل، وان شاء الله بامر الله يكون التوفيق محالف للنادي الاهلي في تخطي عقبة سيمبا التنزاني. في مباراة طبعا هتجمع الفريقين، ونادي سيمبا من الأندية اللي في الآونة الأخيرة بيكون دايما متواجد في مصاف الأندية الكبار في إفريقيا، بالإضافة كمان إلى أنه دايما متواجد في الأدوار المتقدمة، الأدوار الإقصائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ونادي سيمبا يعني بالمناسبة كان متواجد حتى دور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي اللي فاز بيها النادي الأهلي على حساب الوداد البيضاوي المغربي، وكان طبعا قابل في ربع النهائي نادي الوداد، ولكن للأسف خرج من البطولة بركلات الترجيح اللي طبعا رجحت كفة نادي الوداد على حساب سيمبا. فريق قوي، فريق محترم، فريق بيقوم بتدعيم صفوفه بداية كل موسم، وبيقدر انه من خلال امكانياته المتوفرة يعني انه هو يبرم عدد من الصفقات، وطبعا بيكون عنده عين جيدة جدا في اختيار اللاعبين، واللي يمكن اتكلمت عن ابرز لاعبيهم قبل كده وهو المهاجم الكونغولي جون باليكي، واللي ممكن نشوفه بشكل مغاير خلال الموسم الحالي. طبعا لاعب صغير السن لسه، وفي نفس الوقت يعني امامه الكثير، معار اليهم من نادي مازيمبي الكونغولي، وطبعا العائد من يعني من فترة طويلة بعد طبعا ما نادي سيمبا باعوا للنادي الاهلي اللاعب طبعا لويس ميكيسوني. هنشوف خلال المباراة القادمة ماذا سيحدث، والنادي الأهلي كيف سيتم إدارة المباراة طبعا من خلال المدير الفني طبعا السويسري المخضرم مارسيل كولر، واللي طبعا دخل المباراة بقائمة فيها 23 لاعب هنذكرها ليكم إن شاء الله. ولكن قبل ما نذكر طبعا حابين ننوه إنه النادي الأهلي طبعا سافر لتنزانيا بدون لاعبه طبعا التونسي المخضرم علي معلول، وايضا بدون مهاجمه الفرنسي انتوني موديست، وعدد من اللاعبين طبعا الغائبين سواء للاصابات زي عمرو السولية ومحمود متولي وغيرهم من اللاعبين. قائمة النادي الاهلي هتضم طبعا في حراسة المرمى محمد الشناوي في حراسة المرمى، معاه طبعا الحارس الثاني مصطفى شوبير، وايضا الحارس مصطفى مخلوف. خط الدفاع النادي الاهلي، طبعا خط دفاع النادي الاهلي هيكون متكون من الاتي: محمد عبد المنعم، واللاعب طبعا رامي ربيعه، وياسر ابراهيم، وخالد عبد الفتاح. معاهم كمان اللاعب طبعا محمد هاني، اكرم توفيق، وكريم الدبيس. خط وسط النادي الاهلي واللي بيتكون من كل من اللاعب المالي طبعا المحترف المالي اليو ديانج، وايضا مروان عطية، وامام عاشور، احمد نبيل كوكا، واللاعب محمد مجدي قفشه، ومعاهم طبعا اللاعب طاهر محمد طاهر، واللاعب محمد الضاوي كريستو، وحسين الشحات، احمد عبد القادر بيرسيتاو، ورضا سليم. خط الهجوم واللي بيتكون من 2 لاعبين هم محمود عبد المنعم كهربا، واللاعب صلاح محسن. دي كانت قائمة النادي الأهلي اللي سافرت لتنزانيا لملاقاة نادي سيمبا التنزاني. برأيك هل النادي الأهلي قادر على تخطي عقبة سيمبا في تنزانيا والمرور من خلال مباراة طبعا سيمبا في تنزانيا إلى الدور القادم من بطولة دوري السوبر الإفريقي، وملاقاة الفائز ما بين نادي الترجي الرياضي التونسي ونادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي؟
أم سيواجه الأهلي صعوبات في مواجهة سيمبا القادمة؟ يا ريت تسيبوا لنا رأيكم في الكومنتات. والمرة دي أنا مش هقول لكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، لكن هطلب منكم طلب تاني، وهو الدعاء لكل إخواتنا المتضررين في الأحداث المؤسفة الأخيرة في فلسطين العزيزة والحبيبة والغالية على القلب. وإن شاء الله بأمر الله ربنا ينصر إخواتنا. عاشت الأمة العربية. ودي كانت كل حاجة معانا النهاردة. شكرا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.